اونر 600 التصميم شبه الايفون بنسبة كبيرة قوي، خصوصا بقى ال 600 برو، واكيد هم حرصوا على وجود لون برتقاني برضه زي الايفون. الخامات هتلاقي الموبايل بالكامل في الظهر من الفايبر جلاس مع فريم من الالومنيوم. اما بقى من فوق كده حوالين الكاميرات عندك المستطيل اللي بعرض الموبايل، اللي هو عشان يبقى شبه بقى الكاميرا بلاتو بتاع ال 17 برو ماكس. والمستطيل ده في الغالب هو من البلاستيك، وهي عبارة عن منظرة وملهوش أي قيمة حقيقية غير إن هو بس يقلد شكل الآيفون. أما لو جينا من ناحية وزن الموبايل، فعندك الموبايل هنا 190 جرام مع سمك 7.8 ملي. ولما تمسك هذا التليفون الجميل الزغنطوط كده وتبص عليه من قدام، هتلاقي عندك حواف شاشة قليلة بشكل محترم، وده اللي بيخليك كده تحب الموبايل لما تمسكه في ايدك وتبص له من قدام. الاونر 600 جاي بشاشة 6.57 انش، فحجم الموبايل بيبقى نوعا ما مش كبير وضخم، فمسكته بتبقى كويسة. طبعا هو مش اصغر حاجة، هو في الوسط كده. لما تروح بقى لمواصفات الشاشة نفسها، فعندك شاشة اموليد بالوان محترمة 120 هرتز ودعم ال HDR 10 بلس، وكمان عندنا هنا 458 بكسل في الانش، فكثافة البكسلات هنا الحقيقة محترمة. سطوع الشاشة هنا قوي ومحترم، بس مفيش رقم معين تم الإعلان عنه الرقم الفعلي، فهي عموما جامدة. وأكتر حاجتين هنا بتميز الشاشة، أول حاجة يعني أغلب الشركات الصينية بتعملها برضو مش أونر بس، هي حواف الشاشة قليلة بشكل كويس جدا، بتحبه كده وتحس الموبايل يعني شكله شيك ومريح في ايده. اما حاجة التانية واللي بتتميز بيها اونر، ويعني لازم نذكر هذه الحتة، المعدل التعتيم البي دبليو ام 3840 هرتز، فتبقى حاجة مريحة للعين للناس اللي بتستخدم التليفون لفترات طويلة. ده لو الرقم بتاعه قليل فبيتعب العين، لكن هنا هو 3840 هرتز فتمام والله ينور. وحقيقة مش كتير من الشركات بتهتم بالنقطة دي، ولكن هي حاجة مميزة هنا. اما بالنسبة لاهم حاجة في الموبايل لازم تبقى واخد بالك منها انت رايح تشتريه، طبعا الاداء. الشاشة تمام زي الفل، نروح للاداء اللي جاي هنا من كوالكوم السناب دراجون 7 جين 4. هو ده نفس المعالج اللي موجود في زمايله التانيين من فيفو من اوبو، في 70 والرينو 15. بيجي مع 256 و8 او 12، والمساحة هنا يو اف اس 3.1. كل الكلام ده تمام. الاداء اليوم هيبقى كويس، استخدامه زي الفل عادي، يعني نفس الاداء اللي هتاخده من الموبايلات التانية هو هتاخده هنا، يعني نفس المعالج، وكلهم بيغشوا من بعض. يعني نفسي يبقى فيه ابداع مرة ويبقى فيه منافسة حقيقية، وحد يحط معالج اقوى من التاني فالتاني يحط معالج اقوى كده، لكن كلكم واخدين نفس المعالج ماشي، ما علينا. ده تطور عن اخوه القديم الاونر 400 اللي كان جاي بال7 جين 3. حقيقة فرق بين المعالجين مش كبير، ولكن تمام بالنسبة لهم هم حصل تطوير. بيجي مع اندرويد 16 مع ماجيك او اس 10. ويروح بقى للكاميرات واللي هم يعني عاملين فيها مجهود شوية السنة دي. عندنا كاميرا رئيسية 200 ميجا بكسل فتحة 7.9 مع دعم المثبت البصري الحقيقي ال OIS. كاميرا تانية 12 ميجا بكسل الترا وايد، والسيلفي هنا 50 ميجا بكسل. بالنسبة لاخوه القديم الاونر 400، كانت تجربة تصويره نوعا ما كويسة وحلوة، وفي كتير من الناس كان بيحب اللقطات اللي بتطلع من الموبايل ده. خليني انا بقى اقول لك رأيي بصراحة في موضوع الكاميرات وفي موضوع اونر بالذات. انا بصراحة ما بحبش الصور والفيديوهات والجودة اللي بتطلع من موبايلات اونر، مش عشان الموبايلات دي ضعيفة، لكن المعالجة اللي بتحصل وفي الاخر لما تيجي تبص على الصورة دي او الفيديو ده، لا ما بحسهاش ان هي احسن حاجة. بتبقى تحسها متعدلة بزيادة، مش حاسس ان الصور دي واقعية بدرجة تكفي. ده رأيي في الاخر، ان هنا بيبقى الموضوع زيادة شوية. ولكن في فئة، وممكن تبقى الفئة دي مش قليلة، بتحب يبقى في تعديلات، ويعني ما عندهاش مشكلة مع ان الصورة مش واقعية او حاجة، المهم الصورة حلوة فتمام. الصور كويسة، بيصور هنا 4K بالرئيسية والسيلفي. لكن انا حبيت اقول لك على النقطة دي، لو يهمك صور واقعية، وخصوصا بقى لو انت اهم حاجة عندك في موبايل الكاميرات، فلا عندنا منافسين تانيين وحوش في الكاميرات، وانا افضل واحد كمان فيهم او اتنين ممكن. لكن لو التصوير عندك مش في الأولوية، ويعني بتصور عادي مش في دماغك الموضوع التصوير، فتمام
مش هيزعلك في حاجة. يعني اتمنى اكون وصلت الصورة دي بشكل كويس يعني. ونفس الفكرة على الكاميرا السيلفي، وهي كويسة برضو. وطبعا حكاية الصور متعدلة وكده هي هتبان اكتر لما هتلاقي في اوضاع كتيرة في الكاميرا، وانها تديلك فلاتر معينة ولوكات معينة انت بتستخدمها. اما باقي الاساسيات بتاعة الموبايل، فالموبايل طبعا داعم للاي اف سي، ما ينفعش، ما يعني ده كلام ما فيهوش كلام يعني. داعم للاي سيم، عندك الاي ار، البصم هنا تحت الشاشة ده كويس. كمان عندنا هنا بطارية كبيرة 7000 ملي امبير، والدعم الشحن السريع ال 80 واط. 7000 ملي امبير طبعا زي اغلب الشركات الصينية بيهتموا بارقام البطارية الكبيرة، هتكمل معاك لاخر اليوم بأداء يعني كويس وممتاز. اما بالنسبة بقى لعيوب الموبايل، واللي هي بالنسبة لي يعني ممكن تبقى دي ميزة بالنسبة لك بس هي عيب لناس كتير: تقليد الايفون بشكل كبير. يا جماعة خلي عندكم هوية، يعني مصرين يقلدوا الايفون. وحقيقة دي مش اول مرة، ولا واضح جدا في الاجيال اللي فاتت ان هم مهتمين بالنقطة دي. بس لا، الحقيقة انا عن نفسي بحب انك تعمل تصميم ليك انت وتبقى معروف بيه. يعني عندنا الشركتين الوحيدتين اللي في السوق دلوقتي اللي محافظين على هوية تلمح موبايل من بعيد، اه، ده ايفون، ده سامسونج. احنا عايزين تبقى الموضوع كده، لكن بالشكل ده. معالجة الصور في الكاميرات مش بفضلها. الشاشة عندنا زي الفل، بس للأسف مفيش إعلان رسمي عن طبقة الحماية موجودة على الشاشة. والأداء كنت أتمنى يبقى فيه أداء أحسن من كده. أنا مش هقول عليه وحش أو إن هو من ضمن العيوب، لكن كنت أتمنى إن يبقى فيه تطوير أكبر من كده. على الأقل تبقى فيه منافسة مع الشركتين التانيين اللي مستخدمين نفس المعالج. يعني لو كان في معالج أقوى هنا، بدل ما مشينا وراهم كده على طول، الموبايل ده كان ممكن موقفه دلوقتي يبقى شرس جدا مع المنافسين التانيين. اما بالنسبه لتسعير الاونر 600 في مصر، فعندنا ال 256 و8 26800، وال 256 و12 28800. خليك في ال 256 و8. بالنسبه للتسعير طبعا غالي عن الجيل اللي فات، بسبب ان كل الشركات وكل الموديلات الجديده نزلت بالاسعار الجديده الغاليه دي. ولكن نتمنى يعني ان سعره ينزل عن كده في السوق الايام الجايه. 2003 تحت تبقى حاجه كويسه، ويعني غالبا ده هيحصل لو ما حصلتش حاجه تاني في السوق سببت ان الاسعار عموما تغلى. لو الاوضاع زي ما هي مستقره كده، وزي ما شفنا برضو في بعض الموبايلات الجديده بدات تريح 2003، فان شاء الله ده نفس الحال اللي يبقى موجود في الاونر 600. لو عندك اي استفسار انزل نورني في الكومنتات وانا ارد عليك. مع السلامه.